انا ندمانه بزاف 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 على هادشي اللي درت. وندمت على داك النهار اللي دخلت مع داك السيد لديك الدار، تعدى عليا وخدا ليا الشرف ديالي. هاي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم شويه سبيسيال. علاش؟ حيت ما غاديش ندير فيه داكشي المولفه كندير. يعني ما غاديش تشوفوا فلوغ ولا غادي تشوفوا روتين ولا خريجه ولا شي حاجه بحال هكاك. لا، هادشي الجديد. تقدمنا شويه ولينا غادي نديروا الجديد. شنو هو هذا الجديد؟ بما انني اخت مبليه بالقصص، كيعجبني شي حاجه سميتها ندير قصه ونبقى تنتصنت ليها ونتكا ونعاس ونبقى تنعس بيهم كندير بهم الشغل، كندير بهم كلشي. القصص وليت مدمنه عليهم. وقلت لا، علاش لا؟ القصه الا عجباتني وتصنت ليها وعجباتني وحمقاتني وضحكاتني ولا حزناتني ولا مهم اثرت فيا ولو غير بشويه، علاش لا ما نعاودهاش لكم في القناه. داكشي علاش حاولت انني نبدل لكم، ندير لكم شي ديال الجديد باش ما تبقوش تملوا. ولا نقدر نخلي الى عجبكم هذا المحتوى هذا نقدر نخلي غير هو، حيت اصلا ولا صعيب عليا انني نبقى ندير فلوقات يوميا وانا خدامه. وهذا الشيء اللي كاين. مهم غادي نبداو القصه ديال اليوم بالقصه ديال واحد البنت عانت في حياتها مزيان وهي باقا صغيره بسبب التهور ديالها والمراهقه اللي كانت لعبه عليها حتى هي. هاد البنت هادي نبدا لكم، نعطيكم واحد النبذه عليها. وهي انها عندها في العمر ديالها 18 عام. يلا شدات البكالوريا ديالها، ماشي يلا، المهم زعما ديك الساعات فاش شدات البكالوريا ديالها مشات قالت، شدات شحال مع والديها، قالت لهم انها ما بغاش تقرا في ديك المدينه اللي كانوا ساكنين فيها والديها اللي مستقرين فيها، وبغات انها تمشي لمدينه واحده اخرى باش تعيش الحياه ديالها. هاد البنت هادي اش غادي نقولوا لعبات عليها المراهقه، انها ما بغاتش انها تبقى مع عائلتها. قالت زعما الا كنت خرجت من حدا عائلتي نقدر نعيش الحياه ديالي كما بغيت، ما غيتحكم فيا حتى شي واحد، ما غاديش يهضر معايا حتى شي واحد، غادي نكون حره. غادي نكون كنعيش حياتي كيف ما بغيت. اغلبيه المراهقين هذه الفكره اللي كتكون عندهم في عقلهم. للاسف الشديد اللي العواقب ديال هذا الشيء كيكون كبير 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 بزاف. هاد البنت هذه شدات البكالوريا ديالها بمقبول. فاش وصلت الوقيته ديال التسجيل ديال انها تقيد في لافاك، فاجات والديها وقالت لهم بلي انني ما غاديش نقرا هنايا في المدينه اللي انا فيها. البرونش اللي بغيت ندير كاينه في مدينه واحده اخرى، اصلا ما عندها حتى شي علاقه بديك البرونش نهائيا. فقط هي انها بغات دير السبب شي حاجه باش انها تمشي تقرا في مدينه واحده اخرى. مورا ما تناقشت مع والديها، ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي 10، في الاخير قنعتهم انها غادي تمشي وقبلوا ليها. واخا ما كانوش باغيين وصافي كيقولوا غير اللهم نخليوها تمشي تقرا في مدينه واحده اخرى ولا تخرج من القرايه، حيت كانت كتهددهم انها تقدر تخرج من القرايه ديالها. فوافقوا والديها بزز منهم وقبلوا ليها وخلاوها انها تمشي للمدينه، واخا المدينه ما بعيداش بزاف على المدينه ديالهم. فمشات لديك المدينه وتسجلات ومشات بدات القرايه ديالها واستقرت مع البنات، وبدات كتحس براسها بلي صافي بدات كتستقر ولات كتحس بشويه ديال الحريه. كتدخل وقت ما بغات، كتخرج وقت ما بغات، يعني ما كاينش اللي كيقول ليها شي حاجه. كيتصلوا بها والديها ما كتجاوبهمش، يعني زعما صافي راني ما بقيتش حداك، ما تبقاوش تبرسطوني في التليفون. ف كتجاوبهم غير وقت ما بغات، ووقت ما بغاتش كتقول لهم راه كنت كنبريباري ولا كنت كندير شي حاجه ولا كنت كنطيب ولا شي حاجه، وهي ما كانتش كدير هذا الشيء. بالعكس كانت جات لديك المدينه باش تخرج وصافي، يعني ماشي باش تقرا، ما جايش باش تقرا نهائيا. فبدات مع الدريات البنات كيمشيو على دوك اساس، دوك البنات اللي كانوا ساكنين معاها هما جايين على اساس انهم يقراو، وتلاقات مع بنات اللي ما جايينش على ود القرايه عندهم نفس الهدف ديالها. ولات كتخرج معاهم، كيبقاو حتى لواحد الوقيته بالليل، ما كتدخلش في الوقت. فصافي تعيشت مع داك الجو بحال هكاك، عجبها الحال.
القرايه لافاك ما عمرها ما وصلتها، فقط سجلات فيها ودخلت شي 3 المرات ولا 4 المرات. من موراها ما عمرها ما مشات. كانت كتخرج مع الدريات بالليل، ما كيدخلوا حتى لواحد الوقيته. شويه ولات شافت البنات باللي كيمشيو مع الدراري، ولات حتى هي كتخرج مع الدراري، كتقول لك زعما حنا راه عقليتنا متفتحه، حنا نقدروا نخرجوا مع اي واحد بغينا، ما كاينش اللي يقول لنا شي حاجه. فمشات مع دوك الافكار وداك زعما انها تحررات فقط. فمشات مع دوك الافكار بحال هكاك، تعاشرت مع دوك البنات ورفقاء السوء للاسف. ماشي شي بنات زوينات. تلاقات مع رفقاء السوء. ماشي غادي نقولوا رفقاء السوء، وانما حتى هي الفكره اللي كانت جايه بها راه هي هذيك، يعني تلاقات مع اللي يمشي معاها في داكشي اللي بغات. فولات خرجت للهاويه، ولات كتمشي لا بوكس اللي كتخرج ليها كتمشي تشري بها حوايج قصار، حوايج ديال العرا صافي. ما بقاتش يعني بقاتش كتلبس حوايجها بحال الناس كيف ما مولفه في دارهم. تبدلت شحال من حاجه في حياتها. فهاديك البنت صافي ولات مشات في الهاويه، ولات كتمشي مع دوك الدريات لي بواط دو نوي، ولا كتخرج لي غيستو، ولات صافي ولات كتمشي مع رجال، ولات كتمشي لشي بلايص اللي ما يمكنش يخليوها والديها تدخل ليهم. عجبها الحال ومشات في داك العالم، حيت هذاك عالم بوحدو. مشات تبلات، ولات كدير المخدرات، ولات يعني صافي الدريه خسرت. بخلاصه القول الدريه صافي ما بقاتش محكومه نهائيا. ف من مورا ديك العام اللي دوزات كامل وهكاك ديال خيطي بيطي وسير لهنا اجي لهي، نخرج مع هذا ندخل مع هذا، فطحت في واحد المشكل. وهي انها خرجت مع واحد السيد. مشات معاه للدار. تعدى عليها بالموافقه ديالها. تعدى عليها بالموافقه ديالها، وكتقول باللي انا ندمانه بزاف 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 على هادشي اللي درت، وندمت على داك النهار اللي دخلت مع داك السيد لديك الدار. تعدى عليا وخدا ليا الشرف ديالي، وانا ندمانه وما عارفاش كيفاش غادي نتلاقى مع والديا ومع الله اللي خلقني. ولات كتحس بتأنيب الضمير بزاف بزاف، لدرجه انها مابقاش كتنعس. وشنو اللي خلاها مابقاش كتنعس؟ وهو انها ماشي فقط غير تعدى عليها، وانما حملات منه. فمشات عند دوك البنات اللي كانوا خرجوها للطريق وهذا. قالت لهم عاونوني، عافاكم عطوني باش ناخذ شي حاجه نطيح بها وهذا. فتا وحده ما عاوناتهاش، قالوا ليها ما غاديش نقدروا نعاونوك على الحرام، حيتاش راه غادي تقتلي الروح والروح ديال الله، وما نقدروش حنا نديروا هذا الاسم هذا. يعني داكشي اللي كانوا كامل كيديروه راه حلال، فقط هاد القضيه هذه هي اللي ولات حرام. فوقفوا في وجهها، يعني ما بغاوش يعاونوها نهائيا، لقات راسها بوحدها. دارت بزاف ديال المحاولات انها تطيح الجنين، ما ربي بغاه يعيش. فكتقول صافي. طلبات شي طبيب وهذا باش انه يعاونها، حتى شي واحد ما بغى يعاونها. كتحاول انها تضرب كرشها، وكدير بزاف ديال المحاولات زعما باش انها تطيح الجنين، ولكن الجنين بقى شاد معاها. فبقات ما لقات ما دير، فخلات داك الجنين، قالت حتى يتزاد ونخليه في الزنقه ولا نشوف شنو ندير ليه. فداك الشيء اللي دارت، ما بقاش كتمشي لدارهم، كيجيو كيسولوا عليها والديها، ما كانتش كل مره كيقولوا ليها صحاباتها راه خرجات مشات لافاك، راه ما هذا ما هادي، كل مره واش مصطه. فكتهضر معاهم غير في التليفون باش انهم ما يجيوش عندها يشوفوها ويشوفوا كرشها قداش ولات، ولا انهم يسيقوا الخبار، ولا المهم باش ما يعرفوش. ف تزاد داك الجنين وبغات طيحو، ما زعما بغات تخلى عليه وما قدراتش. فكانت كتخليه كل مره، كتخليه مع البنات اللي ساكنين معاها. كل مره وشنو
فتا كبر شويه الدري دخلاتو هذا دخلاتو الحضانه. فهادشي كله كانت كديرو بلا بوكس ديالها في ديك 3 سنين. واخا ما كانش كتفاليدي في الوقيته ديال الامتحانات كتمشي كتنقل وكتفاليدي الامتحانات ديالها، حيت ما يمكنش انها تبقى ليها لا بوكس مده ديال 3 سنين وهي ما كتفاليدي ما حتى شي حاجه. فكانت كتنقل في الامتحانات كما نجحات اصلا في الباك، نجحات في لافاك وصافي. تا كبر الدري شويه دخلاتو للحضانه صافي وخرجت ولات كتخدم عليه، ما خلات ما خدمات، ولات خدامه في الديور عند الناس. هذا كيشتف عليها، هذا كيدفل عليها، هذا كيغوت عليها، هذا كيمرمدها. تمشي تخدم في بلاصه اخرى، مشات خدمات في الوزينات، خدمات ما خلات حتى شي دومين ما خدمات فيش، الميناج ما خلات حتى شي حاجه. ودابا كتقول لكم هاد البنت هادي باللي انها ما بغاش شي وحده تمر من هادشي اللي كتمر منه هي دابا. فهي قررت حاليا انها تخبر الوالدين ديالها بشنو وقع عليها، وهي كتقول ما عندي ما ندير، هادشي مكتاب عليا وغادي نصارحهم باش يكونوا غير عارفين. هي ما بغاتش، ما قالت لك ما كطلب منهم حتى شي حاجه، ما بغاتش يعاونوها ما والو، فقط غير بغات تخبرهم باش تحيد واحد الحمل على كتافها، باش تشوف شنو دير. الا يقدروا يعاونوها بشي حاجه يقدروا يعاونوها، ما بغاوش ولا سخطوا عليها ولا شي حاجه. فهي دابا كتسنى الاراء ديال الناس شنو غادي يقولوا ليها في هذا الموضوع هذا، واش تخبر والديها ولا تحاول انها هي كتفكر انها تمشي لبرا ولدها ما يمكنش انه يمشي معاها وشحال من حاجه. فحياتها دابا مخربقه بسبب ديال هادشي كامل وما كيهمناش مناش مرات وسميتو. بغيت غير نقول لكم باللي البلاصه ديال حدا والديك ما راه ماشي شي حاجه زعما غير زايده ناقصه. راه فمنين كنكون عايشين حدا والدينا منين تيقولوا لنا ما ديروش الحاجه وحنا كنديروها، راه ماشي عبطيا فقط ولا غير بغاو يقولوها وصافي. فهما كيعرفوا علاش كيدويو وعارفين علاش كيمنعوا عليك الحاجه. ما كيجيوش يقولوا لك غير خرج من زعما انك تبقى بحداهم وتقرا في المدينه اللي فيهم هما ويبقوا يراقبوك وما ديريش هادي وما تفعليش هادي فقط لمصلحتك، ماشي شي حاجه اخرى. فوالدينا ما يبغيوش لنا شي حاجه خايبه، غيبغيو لنا غير الحاجه الزوينه. وكنتمنى من اي مراهقه كتفرج فيا دابا فجلسي حدا والديك حتى توصلي للسن اللي تقدري فيه انك تستقري بوحدك، حتى تزوجي ولا حتى تجيك شي خدمه في شي بلاصه اولا شي قرايه الا كنتي ناويه انك تمشي تقراي في شي مدينه وحده اخرى، تعرفي مع من كتمشي وتعرفي شنو كديري ورفقاء السوء بعدو منهم. ودوك الافكار ديال التحرر وحنا خاصنا نكونوا احرار وحنا راه 18 عام صافي درنا لا كارت ناسيونال صافي راه خاصنا نديروا اللي بغينا وندخلوا فين ما بغينا والناس سميتو. في هذا الشيء هذه هي النتيجه ديالو، انكم كتوصلوا لواحد المرحله اللي ما كتعرفوش مازال واش ترجعوا عند والديكم، واش تنتحروا، واش تبقاو عايشين، واش شنو فهمتوا. فكنتمنى من اي وحده كتفرج هذا الفيديو هذا كانت مراهقه اولا مقبله على سن المراهقه، يعني داخله في سن المراهقه ولا مهم من 12 عام الفوق. فالبنات كنقول لكم جلسوا حدا والديكم، والا قالوا لكم شي حاجه راه ما تيهضروش الوالدين غير هكاك. اي حاجه تيقولوا لكم عليها لا فهي لا، ماشي لا باش يشدوا معكم الشحاد ولا شي حاجه، لا بالعكس لمصلحتكم. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو ديال اليوم. كنتمنى هاد القصه هذه تعجبكم، والا عجبتكم وبغيتو نزيدكم قصص وحدين اخرين وعجبكم هذا المحتوى هذا فخليو لي لي لايك ديالكم لي كومونتير ديالكم، وعلاش من لا ما تشتركوش في القناه باش يبقى يوصلكم كل جديد. وهادشي اللي كاين. السلام عليكم.